هل حسيت قبل كده إنك متاح زيادة عن اللزوم؟ هل بتلاحظ إن الناس بتجري ورا الشخص الغامض التقيل وبيتجاهلوا الشخص الطيب الواضح في حياتك؟ في الفيديو ده هنكشف الستار عن فن الغموض وقانون الندرة وإزاي تستخدم علم النفس عشان تعيد تسعير قيمتك الاجتماعية قدام الناس وتخلي الكل يحترم وقتك ووجودك في أي مكان. هنكمل مع بعض قواعد الكاريزما المظلمة اللي بتفرق بين الشخصية العادية البسيطة والشخصية الساحرة الجذابة. هنقولك عن خطورة إنك تكون كتاب مفتوح متاح للجميع من غير أي حدود أو قيم، وإزاي تطبق نظرية جبل التلج في كلامك وفي ردود أفعالك مع أي شخص حواليك. أول قانون هو قانون الندرة اللي بيقول إن الممنوع دايما مرغوب عند كل الناس، وكل ما تخلي نفسك أصعب كل الناس هتحبك، وكل ما تكون متاح طول الوقت كل الناس هتتجاهلك. الفخ التاني هو فخ السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي. إزاي التواجد المستمر على كل المنصات بيخليك متاح زيادة عن اللزوم، وبيخلي الناس تتعود عليك وتشوفك عادي مش شخص له قيمة أو له مكانة محترمة. ثالثاً هو نظرية جبل التلج في الكلام، وده معناه إن ردودك لازم تكون قصيرة ومختصرة ومؤثرة أكتر من أي كلام كتير. كل ما تتكلم أقل كل كلامك يبان أبلغ، وكل ما تقلل شرحك تبان أذكى وأحكم، ومش هتحتاج تتكلم كتير عشان الناس تحترمك. رابعاً هو الانسحاب التكتيكي من أي موقف ومتى تمشي عشان تسيب أثر لا ينسى. مش دايماً اللي بيقف هو الأقوى، أحياناً اللي بيمشي وهو راضي عن نفسه بيخلي الناس تفكر فيه طول الوقت. خامساً هو كسر الروتين في كلامك وحركاتك، وإزاي تكون شخصية غير متوقعة في ردودك. مش كل رد لازم يكون حلو أو لطيف، ومش كل موقف لازم تكون فيه متاح أو حاضر. أحياناً الغموض في رد الفعل بيعمل المعجزات، وبيخلي أي شخص يفكر فيك طول اليوم. خلينا نفهم إن الموضوع مش دعوة للتكبر أو إنك تبان زعلان أو متكبر على الناس. الموضوع دعوة لاحترام نفسك ووضع حدود صحية، واللي يخلي الناس تقدرك غصب عنها. لما تبان واثق من نفسك مش متاح، لما تبان غامض مش سهل المنال، لما تبان مش لأي حد وارد في حياتك، ده مش تكبر، ده حكمة وذكاء في التعامل. يبقى كده انت خلصت الفيديو يا صديقي وخدت كل المعلومات اللي محتاجها. وقبل ما تروح قول لنا رأيك في التعليقات وإزاي قدرت تطبق المعلومات دي في حياتك، وكمان قول لنا المواقف اللي وقفت فيها وحسيت إنك محتاج تكون غامض أكتر. وشكرا ليكم على المتابعة والدعم.